يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة الى المجهول، ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. والنهاردة هنتكلم عن مكان مثير وغامض طبعا كالعادة، والمكان ده اسمه كاتاكومب وبيوجد في باريس. ويا ترى المكان ده عبارة عن ايه وايه اللي كان بيحصل فيه؟ يلا بينا نعرف. مبدئيا كده الكاتاكومب ده هو اسم أو مصطلح بيشير إلى الأنفاق أو المقابر اللي بتكون موجودة تحت الأرض، واللي كانت بتستخدم لدفن الموتى. والكاتاكومب بيوجد في باريس، وبيعتبر واحد من أكتر الأماكن غرابة ورهبة في العاصمة الفرنسية، وهو عبارة عن شبكة ضخمة من الأنفاق تحت الأرض، وبتمتد لأكتر من 300 كيلو متر. بس الجزء المفتوح للزوار مش بيتجاوز 1.5 كيلو متر. بدأت بقى القصة في أواخر القرن ال18، وبدأت السلطات الفرنسية تنقل بقايا الموتى من مقابر باريس اللي كانت مليانة جدا بالأموات للأنفاق اللي كانت تحت الأرض اللي هي الكاتاكومب، وكمان عشان كان بيحصل مشاكل صحية كتير. تم وضع عظام الموتى بعناية وحرص شديد في أشكال هندسية منظمة، وده اللي أضاف للكاتاكومب مظهر مميز ومثير للرهبة. من ساعتها بقى لحد دلوقتي بيوصل عدد الموتى لأكتر من 6 ملايين جثة مدفونة جوه الكاتاكومب، وده اللي خلاها واحدة من أكبر المقابر الجماعية في العالم، وتسمى بسراديب الموتى. قال بقى ان الكاتاكومب مليانة بكتير من القصص الغامضة والأساطير. كمان بيأكد بعض المستكشفين انهم كانوا بيسمعوا أصوات همسات غامضة. كمان بيحسوا بوجود شيء غير مرئي. جوه الكاتاكومب بقى كان في بوابة بتسمى ببوابة الجحيم، وبيؤمن البعض ان الكاتاكومب هي مش مجرد مقبرة، لكن هي بوابة الى العالم السفلي. وبيتقال بقى ان اللي كان بيدخل وبيتوه جوه الانفاق دي ممكن انه ما يخرجش ابدا، لدرجة انه ممكن يتسمع صوته بيصرخ في الظلام الى الابد. واحدة بقى من القصص الشهيرة اللي بترجع لعام 1793. بيتقال ان فيليب أوبير، وده كان راجل شغال في الكاتاكومب، انه دخل الانفاق لوحده وما خرجش خالص ومحدش عارف عنه حاجة. بس بعد 11 سنة لقوا هيكله العظمي معلق في احد الانفاق. مش بس كده، كان مكتوب جنبه لا مخرج. في أسطورة تانية بقى بتتكلم عن امرأة كانت بترتدي ثوب أبيض، وكانت بتظهر في الأنفاق العميقة، وبيتقال إنها روح واحدة من الناس اللي ماتت لما كانوا بينقلوا الجثث، وكانت بتتشاف أحيانا بتتمشى بين العظام وبعد كده بتختفي فجأة. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي حصلت في التسعينيات، لقوا كاميرا فيديو جوه الأنفاق، ولما شغلوها شافوا في التسجيلات انه كان في راجل بيلهث وبيجري مذعور وخايف، وده قبل ما الكاميرا بتاعته تقع منه، وما كانش يا عيني يعرف مصيره ايه. محدش يعرف لحد دلوقتي الراجل ده حصل له ايه، بس القصة دي ألهمت فيلم الرعب از ابوف سي بيلو في عام 2014، واللي اتصور في الكاتاكومب. عمال الصيانة بقى اللي كانوا بيدخلوا الكاتاكومب بالليل قالوا انهم كانوا بيسمعوا اصوات همسات، اصوات لناس بتضحك جاية من اعماق الانفاق. رغم ان مفيش اي حد كان هناك. في بعض المناطق العميقة بيقول الزوار إنهم كانوا بيسمعوا جدران الكاتاكومب بتهمس بأصوات مش مفهومة. وزي ما يكون الموتى كانوا بيحاولوا إنهم يتواصلوا مع الأحياء اللي كانوا موجودين. 2004 بقى الشرطة اكتشفت غرفة سرية تحتوي على سينما مجهزة بالكامل جوه الكاتاكومب، مع كراسي وأفلام مش معروف مصادرها. وكمان لقوا ملاحظات مكتوبة بتقول لا تحاولوا العثور علينا.
كمان كان في جزء من الكاتاكومب كان بيحتوي على رموز غريبة وكتابات مش مفهومة، وبيعتقد إنها بترجع لجماعات سرية كانت بتستخدم الأنفاق دي لطقوس غامضة وسرية. في بقى مجموعة بتعرف باسم الكتافيل، ودول مستكشفين غير قانونيين بيدخلوا الأنفاق عن طريق مداخل سرية، وفي الغالب بيبقى معاهم خرايط خاصة بيهم، وبعضهم بيقضي ساعات وأيام في الأنفاق، ومعظمهم كان بيدخل عشان المغامرة، والجزء التاني عشان بيدور عن أماكن سرية أو حتى عشان يعملوا حفلات سرية تحت الأرض. كان في بقى جزء من المغامرين اللي كانوا بيحاولوا يستكشفوا الأنفاق المحظورة فقدوا وملهمش أثر لحد دلوقتي. الشرطة بقى بتقوم بدوريات عشان يمنعوا المغامرين من دخول المناطق المحظورة، لكن بعض المغامرين ما زالوا بيحاولوا إنهم يستكشفوا المناطق دي وعايزين يعرفوا إيه اللي بيحصل جوه. نيجي بقى للسؤال المهم، هل الكاتاكومب مسكونة فعلا؟ البعض بيقول إنها مجرد أنفاق قديمة، لكن كتير من الشهادات والقصص اللي اتقالت بتخليها واحدة من أكتر الأماكن المرعبة في العالم. لحد النهاردة بيفضل جزء كبير جدا من الكاتاكومب مجهول ولم يتم استكشافه بالكامل. العلماء كمان ما عرفوش يوصلوا لتفسير لبعض الظواهر الغريبة اللي كانت بتحصل هناك، زي الأصوات اللي مش متفسرة، وكمان الأشخاص اللي كانت بتختفي. تفتكروا بقى الكاتاكومب ده مكان مسكون فعلا، ولا دي مجرد قصص وخيالات؟ وهل من الممكن انكم تزوروا مكان زي ده ولا لأ؟ ولو كنتوا من محبي المغامرة والأماكن الغامضة، فكاتاكومب باريس هي واحدة من أكتر الوجهات إثارة في العالم، وينفع انكم تزوروها بشكل رسمي. لكن لو عاوزين تكتشفوا الأجزاء المحظورة فلازم تكونوا مستعدين عشان تواجهوا الظلام والغموض، وممكن كمان الأشباح. أتمنى يكون موضوع النهاردة عجبكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.